Hello مرحبا بكم الناس الكل. This is my third video on YouTube. مرحبا بكم. اليوم موضوعنا موضوع مهم برشا نشوفه، يخص البنات. كانك انتي طفلة تعيش في علاقة حب ولا علاقة زواج، وإلا مش تدخل في علاقة حب أو تحب تدخل أو مش تتزوج، هذا الفيديو ليك انتي. مش نعطيك اليوم 3 حاجات تعرف بهم هل انتي في علاقة متوازنة مع الشخص الصح وإلا لا. بليز سبسكرايب للشانل، اعملوا لايكات بارتاج، هكيكا باش تشجعوني اكثر اني نكمل في صناعة المحتوى. اول سؤال عزيزتي لازمك تسأله لروحك، هل الراجل اللي انتي معاه تو تشعرين معه بالامان والا لا؟ هل هو مصدر الامان بالنسبة لك؟ تحسوا كيما بوك، تنجم تعول عليه، تنجم تحكي معاه كل أريحية، تكون عفوية معاه، عندك ثقة كبيرة فيه، تنجم تعول عليه، ينجم يعاونك، ينجم يسندك. هذه أول حاجة. هل فما شعور بالأمان وإلا لا؟ ويتحس هذا راهو كانك اليوم في علاقة تحس انك معناها ثم فلتر وإلا تحس روحك طبيعية معاه. ثاني حاجة، هل هو سند معنوي بالنسبة ليك وإلا لا؟ هل هو يحبك، يحترمك، يقدرك، يعاملك كملكة، كبرانسس، حاجة ثمينة وحاجة كبيرة، يشوفك بعين كبيرة، ما يقراش فيك النقص، إنسان يشوفك ديامونتا، يشوفك جوهرة. نعم هذا هو اللي لازمك تحسه مع الشخص الصح. هل هو في حضورك وفي غيابك داعمك، يحترمك، ما يقولش فيك كلمة خايبة، يحكيش أسراركم الزوجية، يسترك في غيابك، يحافظ عليك، يحب ينجح العلاقة معاك، غشك يقلقوا، يعنيله، يحب يشوفك فرحانة، يحب الناس اللي انت تحبهم، يدعمهم، يحترمهم على خاطر هو يحبك. اي حاجة يقوم بها هو اليوم على خاطرك انت، على خاطر فرحتك، يحب يشوفك فرحانة، يحب يعرف الحاجات اللي انت يفرحوك باش يعملهم وباش يولي يعملهم برشا وبرشا مرات. هذا هو السند المعنوي. ثالث حاجة، هل هو سند مادي؟ هل تنجم تبني معاه عائلة؟ هل هو قادر؟ هل هو مسؤول؟ هل هو مثابر؟ هل هو طموح؟ هل هو إنسان يحلم، عنده حلمة ويحققها ويتعدى للأكسيون، وإنسان معناها ما شاء الله، يعني راجل تنجم تعمل عليه وتنجم تبني معاه عائلة وتأسس معاه مؤسسة الزواج؟ وإلا هو إنسان خامل متكاسل، يعول عليك، من انرجي مسيطرة، ما يعطيك أمثلة متاع النساء اللي مسؤولات وحالين البيت، هما اللي قوامين وهما اللي يتكفلوا بمصاريف البيت، ويبدأ يقول لك أنا والله نعرف شكون معناتها هي اللي قايمة بالبيت، والمرأة هي اللي تخدم والراجل مرتاح. هل هو كسول وخامل ومعناها وليس مسؤول؟ هذا لازمك زادت تعرفوا معناتها نقطة مهمة جدا جدا، لأنه مش سهل إنسان تفتح معاه بيت. لازم يكون متوازن، فاهم أنه راجل، فاهم طاقة الذكورة متاعه، فاهم أنه المرأة لازم تحس بأنوثتها، مش نحولوها الراجل، فاهم أنه المرأة هي ليست نصف الرجل وهو لازم يكون راجل كامل 100%. يشوفك أنثى، ما يشوفكش رجل أو نصفه الثاني. هذا يزيد مهم. دونك العقلية هذه لازمك تفهمها، عقليته كيفاش يشوف الأمور، كيفاش يشوف المرأة. هل هو إنسان فاهم دينه، فاهم اللي هو قوام؟ ربي قال له أنت قوام عن المرأة، الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا من أموالهم، واضحة في القرآن وصريحة. ولا هو يتمرد على القرآن وعلى الناس الكل ويقول لك لا انت القوامة وانت المسؤولة والدنيا صعبت وعرفتك الاكسكيوزز وكل. مش معناها انت اليوم كامرأة معناها مش تعول عليه تماما. اكيد فما حاجات ليك انت تعملهم من روحك اذا انت قادرة وهو ماهوش قادر يوفرهم لك. لكن
المسكن والملبس والأكل هذوما راهم على الراجل، قوام فيهم. الكماليات هذوكا حسب طاقة الراجل، حسب انت شنو تحب، كيفاش تحب تختار الراجل اللي انت تحبه. تحب رجل ثري او رجل عادي، هذيك انت اختيارك من الاول. انت تشوف الراجل وتحكم عليه من الاول وتعرف وين تخلي روحك حسب اختياراتك وحسب انت قناعاتك. لكن فما مسؤوليات بيزكس لازم الراجل هو اللي يتكفل بهم. فوالا، هذايا كان فيديو اليوم حكيت فيه على 3 أشياء لازم المرأة تسألهم روحها كان هي في علاقة ولا مش تدخل في علاقة باش تكون مع الرجل الصح وفي العلاقة المتوازنة.